الزمالك على حافة الإفلاس، الزمالك على حافة الانهيار. بجد والله العظيم ده العنوان المناسب للي بيحصل في نادي الزمالك. كل سوشيال ميديا نادي الزمالك وكل صفحات نادي الزمالك مقلوبة من امبارح. الحقوا يا جماعة نادي الزمالك بيفلس، الحقوا يا جماعة نادي الزمالك بيعلن إفلاسه. وموضوع بصراحة غريب جدا، يعني موضوع غريب جدا. بيقول لك ان نادي الزمالك عليه فلوس لنادي سانت تيان في فرنسا ونادي في السويد، عليه فلوس وعليه فلوس لناس كتير قوي. يعني انا طبعا مش هقدر احصرها. يعني موضوع الفلوس اللي على نادي الزمالك كتير قوي، يعني يطول حصرها. يعني احنا ممكن نقعد لبكره بقى في الموضوع ده. ولكن عامة يعني موضوع غريب جدا، مواضيع غريبة جدا. بيقول لك نادي الزمالك عليه فلوس لناس كتير، والناس دي طبعا راحت اشتكت في الاتحاد الدولي. والموضوع غريب جدا بصراحة. يعني نادي الزمالك هيفلس ولا ايه مش عارف. بجد يعني اخطاء غريبة جدا. يعني زي ما بيقولوا اللي معهوش ما يلزموش يا عم. اللي معهوش ما يلزموش، طالما انت مش قادر تجيب لعيبة ما تجيبش. وبعدين بقى في حاجة تانية، بيقول لك ان لعيبة نادي الزمالك ما بتاخدش فلوس ولا المدرب بياخد فلوس. وناس هتشتكي زي تشيكو بانزا والتاني اخوان بزيرة وعدي الدباغ، فالناس ما بتاخدش فلوس. يعني مش عارف ايه ده. يعني حتى اللعيبة اللي عندك ما بتديهاش فلوس، ولسه في لعيبة عايز انت تديلها برضو فلوس المستحقات بتاعتها. اللعيبة اللي هي عندك اصلا، اللي هي كانت عندك، اللعيبة القديمة. فمعرفش ايه اللي بيحصل يا جماعة في نادي الزمالك ده. بجد والله ايه اللي بيحصل ده انا مش عارف. حاجة غريبة جدا. واخطاء ادارية غريبة بصراحة. يعني انا مش عارف. يعني طالما انت مش قادر تجيب اللعيبة، طب بتجيبها ليه من الاول؟ واللعيبة دي خلي بالكوا هتروح تشتكي. يعني لعيب زي بيزيرا، خوان بيزيرا وتشيكو بانزا واللعيبة دي هتروح تشتكي على طول. وهيقف ممكن القيد لنادي الزمالك او يحصل مشاكل. الزمالك بيمر بأزمة مالية طاحنة، وأرض كمان أكتوبر اتاخدت منه. الزمالك بجد يا جماعة بينهار. يعني الزمالك بينهار بجد. يعني أنا أول مرة أشوف الكلام ده كله في نادي الزمالك بصراحة. يعني مش عارف إيه ده. بجد حاجة غريبة جدا، وأخطاء إدارية غريبة بصراحة. يعني أنا مستغربها. يعني أنا مستغرب من الأخطاء دي. يعني مش عارف. يعني الناس دي المفروض ناس يعني فاهمة وعارفة. مش قادر تجيب، ما كنتش تجيب من الأول. ما هي الناس دي ليها فلوس. يعني الناس دي ليها فلوس ويبقى ليها عقود والكلام ده كله. فانا مش عارف بصراحة ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك، وحاجات غريبة جدا. يعني انا مش قادر افهمها بصراحة. يعني ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك الفترة الجاية. ورايا كابتن سيد عبد الحفيظ، والله نادي الزمالك بقى صعبان عليا. سلام.